لو لسه بتشتريها من بره يبقى كده انت فايتك كتير. النهارده هنعمل الجبنه الرومي باسهل طريقه وباسهل مكونات وبكوبايه عدس. تعالى اقولك ازاي. اول حاجه هنبدا بيها، هنجهز معانا كوبايه من العدس. هنبتدي ان احنا نشطفه كويس ونغسله كويس، ماشي. وبعد كده هنبتدي ان احنا ننقعه لمده 10 دقايق علشان خاطر نعرف نضربه في الخلاط. بعد كده هتجيبي معانا الخلاط بتاعنا وهتنزلي بالميه والعدس بتاعنا كله وهتضربيه في الخلاط. بعد كده هتجيبي معاكي طاسه وتروحي نازله فيها بالمكون بتاعنا. بعد كده هتنزلي بكوبايه لبن وهتنزلي عليها بلون، ماشي، يعني يكون لون برتقاني عندك او لون اصفر عشان يديك اللون انت بتشتريه من بره، ماشي. لكن انا ما كانش عندي فحطيت بودره، يعني لون بودره. وبعد كده لون بودرة اصفر. وبعد كده نزلت عليه بحوالي معلقتين كبار من طعم الجبنة الرومي، وكمان نزلت عليه بتمن كيلو من الجبنة الرومي علشان يديني نفس الطعم اللي هو بره. هنبتدي ان احنا نديها تقليبة كده، ما تخافيش مش هتكلكع معاكي ولا حاجة. لو هي عملت معاكي كده ما تخافيش ولا اي حاجة. انت اهم حاجة بتكوني مهدية النار خالص. بصي وانت بتقلبيها هتحسي ان انت بتعملي جبنة موتزاريلا زي ما انت شايفه. بصي المطه بتاعتها جميله ازاي. بس هتبتدي ان انت تقلبيها وبعد كده تروحي جايبه معلقه سمنه كبيره. لو ما عندكيش سمنه حطي زبده بس ما تحطيش زيت، ماشي. سمنه يا زبده، ما تحط حط واحده في الاتنين دول بس. بعد كده نفضل نديها تقليبه زي ما انت شايفه. بصي اتعدلت معايا ولا اي حاجه. بعد كده تجيبي كيس يكون مدهون معايا زيت وتروحي حاطاه في اي علبه عندك، اي تشكيله انت حابه تشكليها. وبعد كده هتجيبي معايا شويه فلفل اسود اللي هم الحصد وتروحي حطها في النص. انت عايز تحطيها في الاول براحتك بس انا نسيت فحطيتها في النص. وبعد كده نزلت باخر حبه كانوا عليها. وبعد كده بتفرديها وتروحي عامله الكيس عليها وتبتدي ان انت تبططيها بايدك علشان خاطر يعني تكون مظبوطه شويه. بس اهم حاجه ان هي تكون معدوله من الناحيه التانية، مش اهم حاجه الناحيه دي خالص، بس احنا بنظبطها برضه عشان تكون مظبوطه معانا. هنحطها بقى في التلاجة نسيبها. لو انت مستعجله عليها سيبيها لمده ساعتين، لكن لو انت مش مستعجله عليها سيبيها لتاني يوم، ماشي. علشان خاطر بس عايزاها تكون متماسكه وما تبص منك. زي ما انت شايفه هنبتدي بقى ان احنا نطلعها. بسم الله ما شاء الله. شايفين القالب قد ايه؟ انا شايلاها على كف ايدي ازاي. انا دلوقتي بقطع لكم الفيديو وانا بقطعها. بصي حاجه كده روعه، شكل وريحه وطعم، ماشي. يعني 90% من اللي انا بشتريها من بره، 90% مش 100%، 90%، علشان خاطر دي معمولة بمكونات بسيطة من البيت. شايفة التقطيع بتاعها جميل ازاي، وشايفة هي اساسا عاملة ازاي. بصوا انا هوريكم التقطيع بتاعها عامل ازاي. بصي كأنك شارياها من بره. شوفي بقى لما تعملي ده كله بكوباية عسل وكوباية لبن، ماشي.